النهاردة كلامنا هيكون عن ملخص كتاب سندريلا سيكريت لهبة السواح. في بنات كتير فاكرة ان الحياة عاملة زي افلام ديزني بالظبط، وانها لما تكبر هتلاقي امير يجي ياخدها على حصانه الابيض ويعيشها في قصر، وتبقى هي سندريلا الجيل الجديد. بنت طول عمرها كويسة ومؤدبة ومستنية الأمير اللي هيجي يحل كل مشاكلها ويطلعها من بيت مرات الأب اللي هي عايشة فيه. بس لما كبرنا اكتشفنا ان الحصان الأبيض ده طلع سكوتر، والأمير شغال فريلانسر، والقصر بقى أوضة وصالة على الإيجار الجديد. الواقع كفيل انه يفوق أي حد، بس ساعات بنكون متعلقين بالوهم لدرجة اننا مش بنشوفه. هنا بقى بيجي كتاب سندريلا سيكريت، والكاتبة بتقولك بمنتهى الصراحة: فوقي يا بنتي، في سر كبير محدش علمهولك، والسر انك مش محتاجة تبقي سندريلا عشان تعيشي حياة حلوة. في الفيديو ده هنغوص جوه صفحات الكتاب. جاهزين؟ يلا بينا. الجزء الأول: كفاية تستني الأمير، متلازمة سندريلا وفخ الانتظار. هو يعني ايه متلازمة سندريلا؟ ببساطة كده، دي حالة نفسية أو طريقة تفكير بتخلي البنت طول الوقت مستنية المنقذ أو الأمير، مستنية اللي يجي يحل مشاكلها ويحقق أحلامها، يعيشها في سعادة أبدية. هي مش بتسعى للسعادة بنفسها، لأ، هي بتستناها تجيلها على طبق من ذهب مع الأمير. من واحنا صغيرين كانوا بيحكولنا إن البنت لازم تبقى كويسة وتستنى اللي يختارها، تطلعي عينك في الدراسة، تبقي مؤدبة، شكلك حلو، جسمك حلو، بس ما تاخديش أي خطوة كبيرة. استني، هيجيلك اللي هيخطفك. الكاتبة هنا بتقولك: ليه أنا استنى؟ ليه أعيش في دور الضحية أو اللي مستنية الإنقاذ؟ طب ما أنا ممكن أكون اللي بتركب الحصان الأبيض وتروح تنقذ نفسها. المتلازمة دي بتخليكي عايشة دور الضحية المستنية، مستنية الوظيفة اللي تجيلك لحد البيت، مستنية الراجل اللي هيجي يصلحلك كل حاجة، مستنية الظروف تتحسن، مستنية الناس تعملك اللي نفسك فيه. إحساس العجز ده أو إن مصيرك كله متعلق بشخص تاني أو بظروف خارجية، ده اللي بيخليكي طول الوقت في حالة قلق وإحباط. لو فضلنا مستنيين اللي يجي ياخد بإيدينا، هنعيش دايما في نقطة لما اخلص دراسة، لما الاقي شغل، لما احب، لما اتجوز، لما اكون في علاقة، لما احقق حاجة. وساعتها عمرك ما هتعيش اللحظة. العمر بيجري، مفيش لما هتيجي لوحدها، مفيش فرصة هتخبط على بابك وتقولك أنا هنا. انتي اللي بتخلقي الفرص، انتي اللي بتصنعي لما بتاعتك. الكتاب هنا بيجيب من الآخر وبيقولك الفكرة دي مدمرة ليكي ولمستقبلك ولشخصيتك. الجزء التاني: مين هي سندريلا بتاعتنا؟ صفاتها وسماتها. طيب، عشان نعرف نفسنا ونعرف احنا ماشيين صح ولا لأ، خلينا نتكلم عن صفات سندريلا اللي الكتاب بيوصفها. ممكن تلاقي صفة أو 2 فيكي، ممكن تلاقي 10. المهم إننا نفهم ونواجه. أول صفة من صفات سندريلا: الانتظار ثم الانتظار ثم الانتظار. أول وأكبر صفة لسندريلا بتاعتنا هي إنها مستنية الفرصة الذهبية، مستنية عريس الأحلام، مستنية إن أهلها يعفوا عنها، مستنية إن الدنيا تروق عشان تبدأ تعمل أي حاجة.
الوقت بيجري، مفيش لما هتيجي لوحدها، مفيش فرصة هتخبط على بابك وتقولك أنا هنا. انت اللي بتخلقي الفرص، انت اللي بتصنعي لما بتاعتك. تاني صفة من صفات سندريلا وهي الاعتمادية المفرطة. يعني ايه؟ يعني سندريلا بتعتمد على غيرها اعتماد كلي. لو معاها فلوس تسيب باباها او اخوها هو اللي يصرف لها. لو عندها مشكلة مستنية راجل يحلها. لو عايزة تسافر مستنية حد ياخدها معاه. هي مش بتعرف تاخد قرار لوحدها ولا تتحمل مسؤولية اختيارها. ليه؟ عشان لو حصل حاجة غلط يبقى مش هي اللي غلطت، يبقى المنقذ هو اللي خذلها. ودي بقى حجة بتخليها ما بتتحملش مسؤولية أفعالها أبدا. تالت صفة من صفات سندريلا الخوف من الاستقلالية. يا سلام لو سندريلا دي تبقى مستقلة. تخاف من الحرية، تخاف من المسؤولية اللي هتترمي على كتافها لو عاشت لوحدها أو اعتمدت على نفسها. الخوف من المجهول، الخوف من إنها ما تقدرش تعيش لوحدها، الخوف من الوحدة. رابع صفة من صفات سندريلا صورة وردية للحب والجواز، وده يمكن أخطر جزء. سندريلا بتتصور إن الجواز هو نهاية كل المشاكل وبداية كل السعادة. تتخيل إن الأمير هيجي يمسح دموعها ويصلح كل العيوب ويخلي حياتها كلها سعادة في سعادة. مفيش مشاكل، مفيش خلافات، مفيش شغل، مفيش تعب. وده تصور كارثي بيودي في داهية لما بتتصدم بالواقع. خامس صفة من صفات سندريلا التقليل من الذات والبحث عن القبول. سندريلا بتاعتنا بتشوف نفسها أقل من غيرها أو إنها مش كفاية لوحدها. دايما بتحتاج حد يكملها، حد يعوض نقص فيها. إحساسها الداخلي إنها مش قوية بما فيه الكفاية، ودايما بتعمل اللي الناس عايزاه، بتلبس اللي الناس تحبه، بتقول الكلام اللي الناس تقتنع بيه. ليه؟ عشان الناس تقبلها وتحبها، ما تنتقدهاش، فبتكون أسيرة آراء الناس. آخر صفة من صفات سندريلا الهروب من الواقع. سندريلا بتهرب من مشاكلها في أحلام اليقظة، في الدراما التركي والهندي، في روايات الحب، في السوشيال ميديا. بتبني عالم وهمي جواها وما بتواجهش مشاكل الواقع. والمشكلة إن المشاكل ما بتتحلش بالهروب، بالعكس دي بتكبر وتتعقد. الجزء الثالث الحب مش إنقاذ، الحب مشاركة. لما العلاقة تبوظك مش تكملك. الكتاب هنا بيفرق جدا بين فكرتين: إنك تكوني في علاقة عشان تهربي من وحدتك، أو تكوني فيها عشان تضيفي لحياتك. في بنات بتحس إنهم مش كاملين غير لما يكون في راجل في الصورة، كأنها نص واحد مستني النص التاني عشان يكمل الرسمة. بس الحقيقة الراجل مش نصك التاني، انتي لوحدك كاملة. المفروض العلاقة تيجي وتضيف لحياتك، تخليها أحلى، مش تيجي تكملك أو تسد فراغ عندك. الحب مش سد لخانة ناقصة فيكي، ولا علاج لنقص معين جواكي. لما بتدوري على اللي يملاكي بتنسي نفسك وإيه اللي يخصك. الحب مشاركة حقيقية ودفى وأمان،
بس مش بديل انك تكوني شخص كامل وواثق في نفسه. الجزء الرابع، البنت اللي جواكي محتاجة تسمعيها، صوتك الداخلي أهم. الكتاب بيشجعك تبصي جواكي. في بنت صغيرة جواكي بتعيط كل ما بتجبري على نفسك عشان ترضي اللي حواليكي، بتسكت كل مرة بتتحملي كلمة جارحة أو موقف يهين كرامتها. البنت دي محتاجة تحس إنك بتسمعيها، إنك بتقفي معاها، إنك بتدافعي عنها. اسألي نفسك، امتى آخر مرة عملتي حاجة علشانك؟ مش عشان تباني حلوة، مش عشان تبقي أنسب واحدة تتخطب، مش عشان تبقي بنت مؤدبة أو عاقلة في نظر الناس، لأ، عشانك انتي وبس، عشان روحك تستريح، عشان طاقتك تتجدد. صدقيني لو ما سمعتيش صوت البنت اللي جواكي اللي بتنادي عليكي، هتفضل محبوسة وهتخلقلك مشاكل من غير ما تحسي. هي مفتاح سعادتك وراحتك الحقيقية. الجزء الخامس، مش لازم تعملي كل حاجة صح. احتضان النقص البشري واحدة من أقوى النقاط في الكتاب، إنك مش لازم تبقي كاملة عشان تبقي مستحقة للحب أو للنجاح أو أي حاجة حلوة في الدنيا. الغلط جزء طبيعي جدا من الرحلة. الفشل مش نهاية الطريق، ده مجرد علامة إنك بتحاولي وإنك بتتعلمي. إحنا كبنات متبرمجين إننا لازم نبقى على طول الأحسن في كل حاجة، أحسن شكل، أحسن درجات، أحسن بنت، أحسن زوجة، أحسن أم. ولو غلطتي مرة أو وقعتي في مشكلة، خلاص تحسي إنك مش نافعة وإن كل حاجة باظت. بس انتي نافعة، حتى لو اتلخبطتي، حتى لو وقعتي، حتى لو مفيش خطة واضحة ماشية عليها بالحرف. الكمال لله وحده، واحنا بشر بنغلط وبنتعلم وبنكمل. الجزء السادس، ما تخليش الخوف يسوقك. الخوف هو العدو الخفي. بنخاف نرفض، بنخاف نختار، بنخاف ناخد قرارات كبيرة، بنخاف نقول لأ، بنخاف من الفشل، من نظرة الناس، من الوحدة، من المستقبل المجهول. بس لو فضل الخوف هو اللي بيقود حياتك، عمرك ما هتعيشي بجد ولا هتحققي اللي نفسك فيه. اسألي نفسك، الخوف من ايه؟ من الفشل؟ طب ما هو ممكن يحصل وانت واقفة مكانك. من نظرة الناس؟ طب ما الناس كده كده بتتكلم. من الوحدة؟ طب ما الوحدة أسوأ لو كنت في علاقة مش مريحاكي أو مع ناس بتستنزف طاقتك. يبقى ليه ما نخاطرش ونعيش؟ يبقى ليه ما نجربش ونواجه؟ الشجاعة مش إنك ما تخافيش، الشجاعة إنك تخافي بس تاخدي الخطوة برضو. الجزء السابع، العطاء لازم يبقى متوازن. كفاية حرق طاقة. الكتاب بيتكلم كتير عن إن البنات بتدي زيادة عن اللزوم، خصوصا في العلاقات. بتحبي فتدي، تهتمي فتدي، تتواجدي زيادة عن اللزوم، بتضحي بحاجات كتير عشان الطرف التاني أو عشان ترضي اللي حواليكي. بس الحب مش معناه تفضي نفسك لحد، ولا معناه تدي كل حاجة لحد مش بيقدر. تخيلي كده انك بتدي من كوباية فاضية، هتفضيها وهتفضلي عطشانة. العطاء
لازم يبقى متوازن، لازم تدي وتاخدي، لازم يكون في تقدير، وإلا هتتحولي لخزان فاضي، وهينتهي بيك المطاف بالاستنزاف والإرهاق العاطفي. الجزء الثامن: اهتمي بنفسك بجد، مش بس شكليا. حب الذات بجد. يا بنات، في فرق كبير بين انك تهتمي بشكلك عشان تعجبي حد، وانك تهتمي بنفسك عشان بتحبي نفسك وبتستحقي الافضل. اعملي ماسكات، واهتمي ببشرتك، البسي حلو، اهتمي بجمالك الخارجي طبعا، ده جزء من حب الذات. بس الأهم، نامي كويس، كلي أكل مفيد، قولي لأ لما تحسي إنك مش مرتاحة أو طاقتك مستنزفة، اخرجي لوحدك، روحي كورس كان نفسك فيه، اتعلمي حاجة جديدة، اقري كتاب مفيد. حب الذات مش رفاهية، حب الذات أولوية. انتي تستاهلي انك تهتمي بنفسك وبصحتك وبراحتك النفسية، وانتي أول حد لازم يديكي ده. الجزء التاسع: المجتمع مش دايما صح، صوتك أهم من صوت الناس. المجتمع بيحط معايير سم قاتل. لازم تتجوزي في سن معين، لازم تبقي بطريقة معينة، لازم ولاد الناس يقولوا عليكي بنت مؤدبة، بنت ناس. لو ما عملتيش كده تبقي عيلة، ولو ما عملتيش كده محدش هيرضى بيكي. بس الكاتبة هنا بتقولك مش لازم تتبعي كل ده. صوتك وإحساسك واحتياجاتك هما المعيار الحقيقي في كل الأحوال. اسمعيهم أكتر من صوت الناس. المجتمع هيتكلم في كل الأحوال. لو عملت اللي يرضيه هيلاقي حاجة يتكلم عليها، ولو عملت اللي يريحك برضو هيتكلم. يبقى الأحسن تعملي اللي يريحك انتي. الجزء العاشر: خدي بالك من حوار مش ناقصين دراما. انتي حقك تعبري وتطلبي. كل ما واحدة تعبر عن احتياج تلاقي اللي حواليها بيقولوا يا بنتي مش ناقصين دراما، او يا حبيبتي ده دلع. بس التعبير عن النفس مش دراما، البوح بالوجع مش دلع، طلب المساعدة مش ضعف. انتي من حقك تحسي، ومن حقك تعبري، ومن حقك تطلبي اللي انتي محتاجاه، حتى لو الناس شايفين ده كتير او مش مهم. تجاهل احتياجاتك ده اللي هيوصلك للدراما بجد، للانهيار، للإحباط. صوتك مسموع، ومشاعرك مهمة، واحتياجاتك ليها قيمة. الجزء ال11 والأخير: انت مش لوحدك، احنا كتير. الدعم والتصالح مع النفس. الكتاب بيطبطب وبيقولك انت مش لوحدك في ده. كل بنت بتعدي بلحظات شك ووجع وضعف وسؤال عن القيمة. كل واحدة فينا حست انها سندريلا في يوم من الايام، مستنية الامير. بس الحل مش انك تمثلي انك قوية طول الوقت، او انك تخبي مشاعرك وضعفك. الحل انك تبقي حقيقية، تقولي انا تعبانة، انا زعلانة، انا مش قادرة، وتلاقي اللي يسمعك ويدعمك، سواء كانت صاحبتك، اختك، امك، او حتى لو اخدتي مساعدة متخصصة. ما تخافيش ابدا تطلبي المساعدة. الخاتمة: سندريلا الحقيقية بطلة حكايتها. في الاخر يا بنات، سندريلا مش هي الحل،
سندريلا نفسها كانت محتاجة أكتر من فستان وجزمة إزاز، كانت محتاجة تعرف هي مين وتحب نفسها من غير ما تستنى موافقة الأمير. كانت محتاجة تبقى هي اللي بتختار. لو وصلتي لآخر الفيديو اعرفي انك قوية، مش لانك متشافة من الناس، لكن عشانك انتي، عشان كل مرة وقعتي وقمتي، كل مرة سمعتي صوت جواكي بيقولك انتي تستاهلي اكتر، انتي تقدري تعملي اكتر. وافتكري دايما سندريلا الحقيقية مش اللي اتجوزت الامير، سندريلا الحقيقية هي اللي بقت بطلة الحكاية من غير ما تستنى حد ينقذها. هي اللي قررت تكتب قصتها بنفسها. سلام لروحك اللي دايما بتدور على حقيقتها ودايما بتسعى انها تبقى احسن نسخة من نفسها.